تعمل إيه لو أنت عندك فكرة مشروع ولكن بتلاقي ألف سبب بيخلّيك إن أنت خايف تبدأ المشروع بتاعك؟ خلّيني أشارك معاكم واحدة من أحلى الأفكار اللي سمعتها في الحتّة دي من رائد الأعمال دانيال بريسلي في واحد من الفيديوهات بتوعه. قبل ما تبدأ الbusiness بتاعك حاول تبدأ side hustle كده لمدة 90 يوم. ابتديه النهارده بعد 90 يوم اقفل المشروع. مش فارقة بقى المشروع ده كسب، خسر، مش هو ده اللي أنت هتكمّل فيه بعد كده، ولكن الهدف من الموضوع إنك أنت يعتبر بتعيش الخبرة العملية لفكرة المشاريع وإدارة المشاريع، بحيث إن أنت تقدر الموضوع ده بتاعي أنا هاكمّل فيه والّا لأ، أنا هاخلّيني زي ما أنا في الوظيفة بتاعتي، المشاريع ده مش قاري من الآخر. طيب هل ال3 شهور دول كافيين إنك أنت تكتشف فيهم الموضوع ده؟ عايز أقول لك كافيين جدًا كمان، لإن بمجرد ما أنت تبتدي تحط فلوس من معاك عشان تقوّم المشروع بتاعك، تبتدي تواجه مشاكل قانونية مثلًا في ورق، في ضرايب، في حاجات زي كده، مشاكل مثلًا مع عُملا، مرتجعات، تأخير في الطلبات، خساير، بتحقق خساير والّا لأ، كل الحاجات دي هتدّي لك فكرة عامة عن اللي هو قرار الbusiness ده بتاعي أو لأ، ده صداع أنا ما أقدرش أتحمّله، أخلّيني في الطريق اللي أنا ماشي فيه. حتى لو أنت هتكمّل وموضوع الbusiness تمام ما عندكش مشاكل في كل الstress اللي بيكون حوالين الbusiness، ده في الأول وفي الآخر هيكون بمثابة تدريب قوي ليك جدًا قبل ما تبتدي المشروع بتاعك الفعلي. أنا شخصيًا لو كنت عرفت الفكرة دي قبل ما أبتدي الشركة بتاعتي، كنت هاعمله لإن كان هيجنبني مشاكل كتير جدًا عملتها أول ما ابتديت الbusiness.